السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. النهاردة معانا الصف الأول إعدادي وهنعمل مع بعض تجربة وعاء البيض. تجربة وعاء البيض إن احنا هنعمل وعاء يحفظ البيضة حتى لو احنا حدفناها من الدور الثاني والبيضة هتنزل سليمة. يلا بينا نشوف الطلبة المشتركين معانا في التجربة. اسمك؟ عبد الرحمن محمد فتحي. سعيد محمد سليمان. عبد الرحمن سليمان محمد عبد الله. طيب فكرة وعاء البيض بتاعك ايه يا عبد الرحمن؟ نلف البيضة. ورينا البيضة كده. نية ولا سليمة؟ نية يعني ولا مسلوقة؟ نية. طب يلا. كيس واحطها في وعاء البيض. طيب نجرب كده، كيس واحد ولا كذا كيس؟ في اكياس كتيرة. شوفوا عبد الرحمن جايب كذا كيس قد ايه؟ جايب اكياس كتيرة جدا. ها سعيد فكرتك؟ هبطن الوعاء بأسفنج. ورينا الاسفنج كده اللي هتبطن بيه. تمام. فين البيضة؟ مسلوقة ولا نية؟ نية. طيب وهتعمل فيها ايه؟ ألفها في الكيس بعدين أحطها وأحط غطا الوعاء عليه. تمام. ها عبد الرحمن؟ ابدا ابطن الصندوق بالاسفنج. وعاء البيض هتبطنه بالاسفنج. تمام. والبيضه الفها في الكاس كله. طيب يلا ابتدوا الشغل كده ويلا ابدأوا لفوا البيض. وريني كده وعاء البيض بتبطنه ازاي. تمام يلا. تمام. انتوا كده قفلتوا وعاء البيض صح؟ طيب هنطلع بينا على فوق الدور الثاني وبعدين نبدأ نحذف وعاء البيض. يلا بينا. يلا بينا. اتفضلوا. بسرعة بسرعة. تعالوا الناحية دي. خلاص هنا ممكن. تعال تعال تعال. تمام. هنا يبقى احنا هنحذفه هنا من ايه؟ من الدور الثاني زي ما احنا شايفين كده. جاهزين يا شباب؟ عبد الرحمن احذف الوعاء البيض بتاعك. ما حدش يتحرك. طيب الوعاء الثاني عبد الرحمن. ثواني يا عبد الرحمن. يلا عبد الرحمن. وعاء البيض بتاع عبد الرحمن الثاني. ثواني يا سعيد. وسعيد حدف وعاء البيض بتاعه. يا شباب شوفوا وعاء البيض بتاعكم حصل فيه ايه. يلا بسرعة. تعالوا.
اول وعاء للبيض ده بتاع عبد الرحمن. افتحي يا عبد الرحمن، شوف ايه اللي حصل للبيضه. يلا يا عبد الرحمن، يا ترى البيضه هتبقى سليمه ولا مكسوره؟ هنشوف، هيبان. بس يا مؤمن، الاكياس دي كلها علشان تحافظ على البيضه. عبد الرحمن التاني، تعالى بص برضو. يلا شوف الصندوق الوعاء البيض بتاعك. وسعيد يلا افتح شوف وعاء البيض بتاعك. يلا بسرعه يا شباب. مين اللي انكسر؟ ورينا نشوف. هيبان. برافو عليك. بتاعت عبد الرحمن سليمه. قومي يا عبد الرحمن، اقف وارفعها لفوق كده وريها لزمايلك. بتاعت عبد الرحمن سليمه، برافو عليك. ما نشوف عبد الرحمن وسعيد التاني. مين؟ وريني عبد الرحمن. سليمه، ارفعها لفوق وريها لزمايلك. البيضه سليمه. طيب ما اشوف سعيد. وريها سعيد. بتاعت سعيد انكسرت. شايفين؟ بتاعت سعيد انكسرت. طب يلا بينا على المعمل ونشوف ايه الاسباب. يلا بينا. دلوقتي يا شباب بعد ما عملنا التجربه وفي وعاء بيض طبعا حافظ على البيضه من الكسر، وفي وعاء بيض ما حافظش عليها، فاحنا عايزين نعرف وعاء البيض بتاع عبد الرحمن وعبد الرحمن حافظ على البيضه من الكسر ليه؟ هي عبد الرحمن عشان انا لفيتها بالكيس كتير وكلهم كده حطيتها في الصندوق عشان كده ما اتكسرتش. تمام. وانت يا عبد الرحمن تفتكر ليه؟ بالكيس كتير وحطيتها في الصندوق وفي اسفنج. والاسفنج كمان كان بصوا مبطن، وكانت البيضه محكمه الايه؟ الغلق والتغليف بتاعها. سعيد بقى، انا مش عايزاك تزعل يا سعيد، دي اسمها تجربه. يعني ايه؟ قابله للنجاح وقابله للايه؟ للفشل. ولما بتفشل بنعرف ايه سبب الفشل. يا ترى ليه البيضه انكسرت معاك؟ عشان العلبه والاسفنج ما كانش محكم على البيض. برافو عليك. بصوا الاسفنج شايفين كان في فراغ كتير، وانت كمان ما لفتش البيضه في اكياس كتيره، والغطا بتاع الوعاء البيض ما كانش محكم الايه؟ الغلق. فاحنا في التجربه الثانيه ما نيجي نعملها كمان مره يبقى احنا نراعي السلبيات دي ونعمل كل حاجه ايجابيه عشان التجربه بتاعتنا تنجح. متشكره ليكم جدا جدا، كانت تجربه جميله واكيد كلنا استفدنا منها. شكرا ليكم. عايزين نعمل بقى سباعيه لزمايلكم. نبتدي 1 2 3. شكرا ليكم.